لو ما جربتش تحشي الجزر خش معانا الفيديو واذكر الله وسمي الله وصلي على الرسول الا بذكر لا تطمئن القلوب وجربي معانا محشي الجزر. يا صباح الخير وصباح الفل وصباح الياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى كده هنعمل شويه محشي كده، بس بصراحه كنا قمنا متاخر فان يلا عشان نلحق وقتنا كده. الكوسه اللي معانا ديت هنعمل النهارده محشي كوسه ومحشي بدنجان، وهقول لك على تفريز الخضره. معايا كميه خضره كده حلوه هقول لك رايي فيها وهقول لك على تفريز الخضره ويانا. الاول بقى كده ايه، طب بما اننا يعني هنعمل واحد محشي، اول حاجه كده لازم طبعا نقلي التقليه بتاعتنا تكون جاهزه على ما تخلصي بقى تقوير الباذنجان والكوسه اللي وياكي دول وتوضبي، يعني تكون ايه التقليه بتاعك استوت. دي اول حاجه يعني ايه نعملها سوا. تعالي بقى كده نشوف البصله اللي معانا ونظبط التقليه بتاعتنا ونيجي نكمل المحشي دوت مع بعضنا براحتنا. هنا بقى بما ان كنت واقفه كده ايه، قلت اما احط الاول كده البصليه بتاعتي احطها تتحمر وانزل، عشان طبعا اما الوقت ما ياخدنيش على ما اخلص الكوسه واخلص الباذنجان تقوير تكون الصلصه الويايه استوت. معايا بقى كده قرن فلفل سبايسي كده لو انت بتحبيه حطي. احنا طبعا احنا بنحب المحشي بتاعنا يكون مشطشط، فانا حطيت لهم قرن كده ايه، قرن سبايسي. ما انتش بتحبيه حطي فلفل عادي، ديت ترجع لك براحتك خالص. ما انتش حابه تحطي الفلفل خالص ديت حاجه يعني ايه اختياري وترجع لك انت. يعني بما انك بقى تقفي تقوري البتنجان وتقوري الكوسه على ما تقوري وتخلصي وتغسلي وتجهزي حاجتك تكون الصلصه اللي وياكي السخن، مش تقعدي تقوري بقى وتلخمي نفسك واليوم يعدي منك على الفاضي. لا، الصلصه بقى اللي معايا الطماطم دي كنت فرماها وحط على شويه سكر وشويه ملح وشويه فلفل، اصلا مش هحط لها اكتر من كده خالص. هبدا بقى اقشر كميه الكوسه اللي معايا كده بالمقرره اللي معايا دي. بص كده هعملها بالحركه الحلوه دي كده عشان يبقى ايه شكلها حلو كده وياك مضلعه كده وشكلها حلو. الصلصه طبعا على النار تلاقي كده نفسك ايه انجزت كده وقت وخلصت على طول. يلا اخلص كميه الكوسه. جربت بقى تحشي جزر قبل كده؟ انا جربت الجزر دوت بصراحه مرتين ثلاثه كده وبصراحه جميل جدا. يلا اخلص بقى كميه الكوسه اللي معايا ديت. هنا بقى الجزر برده كانت عامله معامله الكوسه كده والباذنجان، تمسكيه كده تقشريه وتقوريه. خلاص كده كل حاجه كده الاول بنجهزها مع بعض كده. الاول انضف الكوسه وانضف الجزر واقور الباذنجان وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. الجزر اول نضفتيه هتمسكيه كده ايه تقوريه، والحته الرفنعه اللي من فوق دي هنخرطها ونعملها فرشه دلوقتي تحت الكوسه واحنا بنعملها، يعني مفيش حاجه هتترمي معاكي خالص. شويه ميه بقى كده جهزوهم جنبك عشان ايه الباذنجان اللي تقوريه تحطيه في الميه. كل ده والصلصه بتاعتي بتستوي على النار. خلاص كده محدش راضي يجي يساعدني، اعمل ايه بس؟ مفيش حاجه تاخد وقت خالص. ده هو كان كيلو ونص كده من الكوسه وكيلو بدنجان تشكيله يعني كده. بقى ايه حبينا نغير عن الكرنب وكده فقلت اعمل تشكيله كوسه وبدنجان المره دي. يبقى اخلص بقى كل الكميه اللي ويانا. بعد ما خلصت تقوير الكوسه والبدنجان والجزر، الجزر دوت تقويره سهل خالص زي ما بتقوري الكوسه كده والبدنجان. ما بوسع له شويه كده بالمقوره بروح عاملاه كده بالكزله كده رفيع بيتنضف اللي في قلبه كلها. وطبعا بقى زي ما انتم متعودين معايا احنا مش هنرمي حاجه. القلب بقى اللي طلعناه من الجزر ومن الكوسه لو انت مش عايزه تفرشيها هنعمل بيه حاجه وصفه جميله قوي كده. الفيديو الجاي ان شاء الله كده هنعملها زي ايه زي مربى كده هعينها هي. لو انت طبعا مش حابه انك تفرشها في الصينيه
هعينها، والمره الجايه هنعمل بيها فيديو. يلا بقى نجهز الخلطه ونيجي نحشي. هنا بقى كنت بشرب بصلايه، وكان معايا ديك كده، قلت بدل ما يطير عند الجيران نطيره هنا ايه في حلتنا. بشرايه بقى بصلايه بقى وعليها شويه فلفل اسمر، وامسك بقى الديك اللي معايا دوت ايه، احشيه بقى كده من جوه بالبصلايه بقى بالفلفل الاسمر دي، هتخلي ريحه الاكل معاكي في حته تانية خالص، ريحه الشوربه دي في حته تانية تحت الجلد بقى كده. وابدأي بقى كده ايه، يلا نسقطها بقى. وكان معايا بقى كده ايه طماطمتين وجزرايه احطها في الشوربه بتاعتها وخلاص كده. يلا بقى نعبي المحشي بتاعنا. هنا بقى بعد ما عبيت بقيت بقى القلب بتاع الكوسه والجزر اللي انا بشرته، قلت لكم دوت هعمل بيه وصفه جميله قوي بنحبها. وهنا بقى ايه هشيله بس كده الاول بقى اغطيه عشان الدنيا ما يتفتش معايا. اغطيه بس كده. وانتوا عارفين طبعا اهم حاجه عندي، اهم من الشغل ايه، ظبط الشغل. دي ظبط الشغل عندي، عشان اظبط الشغل لازم اعمل الكوبايه دي. الفرشه بقى عملت فرشه علشان الكوسه، طبعا عملت لها بقى قطعت بقى كده ايه جزرايه وطماطمايه وبصلايه ودعكتهم بشويه فلفل اسمر. خلاص بقى كده، وابدا بقى اعبي الكوسه بتاعتي على طول بقى. اظن يعني التعبيه بتاعت الكوسه ديت ايه مفيش اسهل منها كده، متاخدش وقت خالص. انا هعمل الكوسه في الصينيه، والبدنجان هعمله برضو ايه لوحده كده، يعني ما حبيتش اعملهم الاتنين مع بعض. ما تعبيهاش قوي بقى وانت بتحشي، وانت بتعبيها كده حاولي ان انت ايه ما تعبيهاش قوي. وكده بقى كانت الكوسه معايا خلصت خلاص بقى كده، اولع عليها واكمل البدنجان كده. خلاص بقى المحشي كان خلص. وانا طبعا كنت قلت لكم هوريكي طريقتي في تفريز الخضار. الخضره دي أنا جبتها غسلتها وسبتها لحد ما نشفت خالص، يعني بصي اكنك ما كنتش اصلا غسلاها. ورحت بقى ايه جايباها كده مخرطاها، وهبدا بقى اعبيها في الاكياس على طول وادخلها بقى في الفريزر. يعني انا هوريكي لما عينتها برضو، حبيت اجرب شويه كده واوريهم لك، بما انها يعني كتير كده الايام دي. تغسليها الاول وتسيبيها تنشف خالص. شايفه انا عاملاها ازاي، ولا اكن فيها ميه. سبتها كده على فوطه كده نضيفه وسبتها لحد ما نشفت خالص اهي. ورحت معبيه مخرطاها ورحت مكيساها. ديت برده كنت عاملاها كده من بالليل وقلت اوريها لكم معايا اهي. دي كانت شكل الخضره بتاعتي بعد ما خلصتها طبعا، وباتت ليله معايا في الثلاجه اهي. يعني على الاقل خالص لو مش هتستعمليها في اي حاجه هنستعملها في المحاشي بعد كده، في الايام اللي بتكون الحاجات ديت قليله فيها. يلا بقى نسوي المحشي ونرجع مع بعض تاني. وهنا بقى كده كان خلاص يومنا خلص، وخلصنا المحشي بتاعنا، محشي الكوسه والبتنجان والمحشي الجزر دوت. بصراحه كده المحشي تحفه كده وجميل، لو ما جربتوش يلا جربيه. ولو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش بالله كل شيء في القناه لو اول مره بتشوفينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.